تعالوا بقى بالصلاة على النبي، شوفوا الملوخية بتاعتنا السمك بتاعها وشوفوا جمالها عاملة ازاي. عرفنا منها قبل كده طبعا، بس هي بجد حبة ملوخية حلوين قوي، جربوها وجربوا الفراخ بقى بطريقة تيتا الجميلة دي. شايفين استوت وقلبها ابيض وجميل ازاي. اللهم صل على النبي. بقى الصوص بتاعها ده الله عليه بقى على الرز كده، وتاكلي حاجة حلوة قوي. الاكل كله بجد جميل، وجربوا الاكله اللذيذه الجميله دي وانتم مش هتندموا. وما تنسوش اللايك بقى واعملوا اشتراك في القناه. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحه وحال. هنعمل مع بعض النهارده بقى صينيه بطاطس بالصدور. قطعنا الصدر كده، هم دول 4 صدور ما شاء الله، عملنا منهم صينيه قد ايه. فهنعمل بقى منهم صينيه قطعناها وغسلناها طبعا، انتوا بس عارفين الغسيل بقى، وملح وجنزبيل وكل حاجه بقى. هنحط ايه؟ معلقتين الزيت دول. وعملنا بقى قطعنا بصلتين وفلفل الوان وطماطمتين، وبقى بهارات فراخ، ملح ابيض معلقه كبيره، معلقه بهارات فراخ كبيره، فلفل اسود وحبهان وبابريكا، جنزبيل، ايه حطينا كمان كركم، حطينا كمون وكزبره. وهنحط معلقه مستردة كبيره كده، وهنحط ايه صويا صوص. وهضرب الخلطه دي بقى واقول لكم هعمل الفراخ ده النهارده ازاي بطريقه حلوه. احط كمان علبه الزبادي دي 110 او 5، واحط شويه ميه واضرب الخلطه دي كلها في بعضيها، وهقول لكم بقى هتبقى اكله. تعالوا بقى بالصلاه على النبي، ضربنا الخلطه بتاعتنا. شوفوا بقى الجمال اللي هنعمله ده. الله الله، دي بقى حبه رز بشعريه جنبيهم، وكلي بقى ولا تعملي اي حاجه تاني جريمه. تاكلي صينيه فراخ من الاخر. هتاكلي بقى الصوص ده قبل ما تاكلي الفراخ، وتبقى شاربه كلها بقى مش زي السر اللي بنعمله على بعضه ده. وكده بقى تسيبها شويه كده ساعتين ولا حاجه تشرب من بعضها. الصينيه دي بقى تفكرني بايه؟ تنفع شيش طاووق كمان. بالطريقه دي تعمليها شيش طاووق تحفه. بقى شوفوا بتستوي كده بالصلاه على النبي عامله ازاي، وطينا عليها بقى وبالصلاه على النبي حاجه حلوه. شوفوا اللهم صل على النبي بقى الفراخ بتاعتنا منظر الصينيه عامل ازاي والجمال. هتاكل على النبي كده بقى. هنعمل شويه رز بشعريه بقى جنب صينيه الفراخ بتاعتنا. رز بايه؟ بشعريه. نحمص الرز شويه وهنحط الميه قد الرز، والشعريه هتاخد ميه زي الرز برضه. وكده تعالوا بقى ما اقول لكم نعمل ايه تاني. على النبي هنعمل برضه شويه ملوخيه خضراء كده. اللهم صل على النبي. شايفين لكم معلومه عن الملوخيه، سيبوكم من الملوخيه اللي بتتضرب في الخلاط، سيبوكم من الملوخيه اللي بتعمل في الكبه. احلى حاجه للملوخيه اعمليها بالمخرط زي بتوع زمان ونظام زمان كده، ما تغيرش الانظمه اللي اتعلمناها. هتاكلي احلى ملوخيه، طعم وريحه وجمال. يلا جربوا ملوخيه تيتا بقى. هخرطها واقول لكم هنعمل ايه. انا بقى شويه توم كده حلوين مع قرن فلفل حامي، قرن فلفل بارد، قرن طماطمايه. هنضربهم في الكبه وهنقول لكم هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، وما تبقاش حاميه، ما تبقاش الجو. بس على النبي تعالى اقول لكم بقى هنعمل ايه. احنا الملوخيه بتاعتنا عاملين كميه كبيره، واحنا مش محتاجين كميه كبيره، لان عندنا الصوص بتاع ايه الحاجه اللي عاملين. الشوربه بتغلي، هاخد كبشه على شويه ملوخيه، كبشه على شويه ملوخيه واقلبهم عليها وعينهم في كيس في الفريزر تطبخها اي وقت. بقى احلى طريقه كمان لعمايل الملوخيه المفرزه يا جماعه، بجد بتبقى حلوه وبتفضل ممتازه، بتفضل خضراء وبتبقى طعمها في الاكل حلو كمان عن اي نوع تاني. شايفين المنظر ايه؟ هنحط بقى ايه الدقه بتاعتنا اللي احنا عملناها. شوفوا شكل الدقه جميله جدا وريحتها حلوه قوي قوي. اللهم صل على النبي. تعالوا بقى الملوخيه بتحب شده دسمه يا جماعه، والدليل على كده ان كانوا يقولوا لك احلى ملوخيه ملوخيه الانارب. لاجل الانارب ما بتبقاش دسمه كده. احنا عندنا بالصلاه على النبي كده الشوربه بتاعتنا هتغلي بالخلطه دي، والله على الطعم والريحه. ولا الطش بتعملي طشه تحرق القلب، ولا حاجه من اللي هي ملهاش لازمه دي في الحر ده. ايه هنحط بقى ملوخيه في الحله ونغليها غلوه، وتبقى الملوخيه بتاعتنا غلت. عملنا احلى ملوخيه بجد تاكليها، ولا تتعب ولا بطش. اللهم صل على النبي. جربوا ملوخيه طريقه تيتا وانتم مش هتندموا، وهتقولوا فعلا حاجه حلوه. وخرطي الملوخيه بجد، احلى حاجه انك تخرطي الملوخيه. واغلي الملوخيه، ما تقفليش على الملوخيه قبل ما تغلي. شايفين اللون والجمال بتاع الملوخيه؟ السمك بتاعها كده حلو عشان هياكلوها برز اهي، مع الصوص بتاعنا بقى اللي هيبقى بتاع الفراخ. حاجه فاخر من الاخر. الصلاه على النبي، اكله كلها زي العسل. انا معاكم اهو لحد ما نغلي الملوخيه كويس جدا.
شايفين سمكها حلوه قوي اهي. هنشيل حبه الرغوه دول. صدقوني حبه ملوخيه ما حصلوش، حلوين قوي قوي، جربوها بقى. كده هندفع عن الملوخيه ونشيل حبه الرغوه دول. صلاه على النبي بقى. هنحط شويه الملوخيه في كيس. عندنا شويه فلفل الوان قطعناهم حتت صغيره كده، هنحطهم في كيس. الفلفل الالوان الايام دي ب 20 جنيه، حلوه قوي. كان طول الشتاء ب 70 و 80. كده عملنا ايه؟ خزلنا الملوخيه وخزلنا فلفل وعملنا الاكل بتاعنا يا جماعه. فالف انا وصح.